السلام عليكم. الاهلي بيفوز على يانج افريكانز التنزاني بنتيجه 2-0 بامضاء تريزيجيه في ماتش كان هيتصعب على النادي الاهلي، في ماتش اتفكت طلاسمه في رايي بالهدف اللي احرزه تريزيجيه في نهايه الشوط الاول. ماتش كان صعب جدا في الشوط الاول على لعيبه النادي الاهلي. يانج افريكانز لعيبته كانت واقفه كويس جدا ومنتشره كويس جدا وبتعمل المرتده كويس جدا، بيلعبوا كره على الارض كويسه، عندهم كواليتي ان هم في حته الارتداد بيعملوا تحولات بشكل كويس جدا. جه جول تريزيجيه الحقيقه وفك الطلاسم دي وخلى لعيبه الاهلي اكثر هدوءا الشوط الثاني، وشفنا الاداء اتحسن اكتر في الشوط الثاني والماتش اتسهل بالبلدي. قلنا قبل كده ان تريزيجيه عايز تاخد منه افضل حاجه قربه للجول. تريزيجيه ما عادش اللعيب اللي هو عنده 23 24 سنه اللي كان بيجري وينجر على الخط، بيجري بسرعته يقطع الخط كله، يقدر يخش لجوه يعمل ار2 من بره منطقه الجزاء. الكلام ده الحيويه افتقدها تريزيجيه، النشاط ده والسرعه افتقدها بنسبه طبعا. تريزيجيه الترنات عنده ما بقتش زي الاول، فتريزيجيه الفينش عنده مش وحش، بيلعب بدماغه كويس قوي، بيفنش قدام الجون بشكل كويس قوي، فانا لازم ازقه واستغله كانسايد وينجر واقربه من الجول بشكل اكبر. قلنا الكلام ده كتير قبل كده، ولكن شفنا نسخه وحشه قوي من تريزيجيه في افريقيا، لان احنا كنا بنعتمد على الدفاع بشكل كبير، وكان دايما حسام حسن بيلعبه في نص الملعب يميل الى الدفاع اكتر، وكان بعيد كل البعد عن الجول. هو المنتخب كله كان بعيد عن الجول. فالحقيقه تشكر يا تريزيجيه الحقيقه بصراحه. 3 نقط مهمين جدا للاهلي النهارده، حطيته بقى على صداره المجموعه، وتقريبا بقى الاهلي وضع قدم في دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. 7 نقط من 3 ماتشات. يانج افريكانز برضو 3 ماتشات ولكن 4 نقط. والجيش الملكي والشبيبه على موعد مع لقاء مرتقب وديربي اللي هيحدد بقى، يعني الفريقين كده كده كل واحد فيهم عندهم نقطه. الماتش ده هيحدد مين هيكمل وهيقدر ان هو ينافس ونفسه يبقى طويل على المركز الثاني من المجموعه دي. الحقيقه مكاسب كتيره جدا للاهلي النهارده. الحقيقه ان تروب عمل حاجه كويسه جدا، تقريبا كل جمهور الاهلي وجمهور مصر كان مستنيها، وهو ان شوبير ابتدى اساسي على محمد الشناوي. قرار جريء من تروب، ولكن ليه اسباب بقى لها فتره، سواء مستوى الشناوي مع الاهلي اخر فتره، او سواء مستوى الشناوي مع المنتخب وحاله الصعود والهبوط في الاداء للشناوي، وثبات مستوى شوبير سواء في الماتشات بقى اللي لعبها مع النادي الاهلي قبل كده، او حتى الماتشين اللي لعبهم مع منتخب مصر. فاحيي تروب على اشراك شوبير النهارده، والحقيقه ما اخلفش الموعد. شوبير الكام كوره اللي جات له اثبت سرعه رد فعله، وكان في الموعد وانقذ كوره بكل هدوء، ما حسناش باي خطوره من شوبير او ما حسناش باي اهتزاز، كنا مطمنين. الحقيقه كلنا عارفين ان احنا في مصر عندنا مشكله في خط النص ولاعيبه خط النص، وبنفتقد اللعيب البلاي ميكر او اللعيب نمره 8 او اللعيب نمره 6 اللي بيقدر يربط بين الخطوط بشكل مميز وبشكل كويس قوي، اللي هو بالبلدي كده اللعيب اللي عنده كذا ميزه، اللي هو انا مش راجل النهارده 6 بس بقطع كور بس، او ان انا لعيب موظف اللي هو باخد الكره من ناحيه اليمين احطها ناحيه الشمال، الكره تجي لي ارجعها ورا، انقل الكره من رجل لرجل يا دوب وكل سنه وانتم طيبين. لا، احنا فعلا مفتقدين اللعيبه اللي بتمتلك كذا ميزه واللي عندها رؤيه في الملعب بشكل كويس، واللي تقدر بكور سحريه وبلعب فردي ان هو يضرب خطوط الخصم. مفتقدين احنا كل الكلام الجميل ده، ولكن هستثني لعيب واحد في كل المنظومه الرياضيه وكل ال 120 مليون مصري. مفيش غير واحد بس في الدوري بتاعنا كله في ال3 درجات بقى والناشئين وكل الكلام ده كله، مفيش غير امام عاشور هو اللي بيقدر. الراجل وصل لمرحله من النضج ممتاز، كان ممتاز جدا امام عاشور في عمليه الربط النهارده. شفنا بلمسه سحريه ودى تريزيجيه خلاه هو الجول، اللي هو انت لما جبتهاش جون يا تريزيجيه يعني ما انت عايز تاني، انت لا بره وينجر بتنفع ولا جوه، خلاص اهي خد يا تريزيجيه الجون. جاب جون تريزيجيه وما كدبش خبر. امام باور بشكل رهيب جدا، مع ان الراجل ده راجع من اصابه طويله، يمكن اكتر لعيب عمل مجهود النهارده في الماتش، وكان نفسي ان هو يكلل مجهوده ده بجول، ولكن اتبروز مجهوده في الاسيست اللي عمله لتريزيجيه. كان جامد قوي الاسيست بتاع تريزيجيه. وللاسف حاجه كمان احنا مفتقدينها هنا في مصر، الاظهره يا جماعه، الاظهره، الباك اليمين والباك الشمال. ما عندناش تنوع خالص في باكات مصريه، سواء باك يمين او باك شمال. ما عندناش غير محمد هاني تقريبا، ما فيش غيره باين او انا فاكره دلوقتي على الساحه الكرويه، وكذلك الباك الشمال. بنشوف في اوقات كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي وعلى مدار ماتشات كتير وتاريخ كتير من بطولات، وكميه اللعيبه والاظهره
سواء اليمين او الشمال اللي عدت على الاهلي، وبنشوف ماتشات عالميه، وبنشوف ان ازاي ان الظهير مفتاح كبير جدا لبناء اللعب، مفتاح كبير جدا لكرة تخلص لك ماتش، مفتاح كبير جدا لمشوار بياخده اوفر بيعملوا رؤيه. والله احنا كنا بنشوف علي معلول من مكانه كان بيعمل الاوفر يودي المهاجمين سواء كهرباء او من الناس اللي كانت موجوده في الاهلي مهاجمين او اسامه ابو علي وغيرهم كان بكره سحريه يودي الناس دي فيس تو فيس مع الجول. واحد يقول لي لا يا عم اركن علي معلول على جنب، علي معلول ظاهره، اقول له ماشي. ارجع بالتاريخ شويه كمان، سيد معوض يا سلام، جilberto يا عيني، محمد عبد الله يرحمه، يا ما فيش كده. فالحقيقه احنا عندنا قصور كبير جدا على مستوى الاظهره هنا في مصر. لما تيجي تبص على الاحصائيات في ماتش النهارده وتلاقي ان احمد نبيل كوكا ما عملش اوفر واحد داخل منطقه الجزاء، فلا احنا عندنا مشكله كبيره قوي يا جماعه. احنا بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا. فعلى العكس الناحيه الثانيه محمد هاني كان كويس شويه، ولكن هو افضل السيئين دلوقتي. والحقيقه عمل كروس هايل من الثبات لتريزيجيه في كره الجول الاول، كان ممتاز الحقيقه النهارده، ولكن بيمشي على سطر ويسيب سطر. فانا بتكلم بشكل عام على المشكله اللي موجوده عند النادي الاهلي، لانها كانت باينه قوي في الشوط الاول لحد ما محمد هاني عمل الكروس ده. مفيش اي وجود من الاظهره خالص للنادي الاهلي او تقدم من الاظهره. احنا بنشوف فرق بتعتمد كل اعتمادها على الاظهره وازاي بيخترقوا من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، بيعملوا ازعاج وكروسات داخل المنطقه وبينوعوا اللعب وبيفتحوا الملعب. ما فيش منه خالص الكلام ده، خصوصا ان احمد سيد زيزو كان تقريبا من اسوأ لعيبه الاهلي النهارده، ومش عارف هو ليه يستر بصبر عليه لحد الدقيقه 77. كان سيد زيزو ما كانش في مستواه النهارده. اليو ديانج ومروان عطيه قدموا ماتش كويس، والحقيقه سن اكتر اليو ديانج. مروان كان عنده مشكله شويه في الكور العاليه في نقل الملعب. ياسر ابراهيم مستوى ممتاز وثابت من بطوله افريقيا، تحس ان هو بيكمل سلسله الماتشات الجامده اللي لعبها في افريقيا. وكذلك ياسين مرعي برضو ادى اداء رجولي النهارده. والحقيقه هرجع اشيد بياس طلب تاني انه اشرك مروان عثمان من اول الماتش، الصفقه الجديده للنادي الاهلي. وهنعلق ليها تعليق بسيط على الصفقات، الناس اللي خرجت والناس اللي دخلت الاهلي. مروان عثمان مشروع لعيب كويس قوي، لعيب عنده امكانيات هايله على ارض الملعب، سنه صغير، سريع، بار كويس، ناقصه بس يبقى عنده خبره في التحركات شويه. اعرف امتى ازاي انزل استلم الكره، بقعد مثلا بال10 15 دقيقه الكره ما بتجيليش ولاعيبه الاهلي بتتنقلها، لازم اعرف امتى انزل والعب مع زمايلي وادخل نفسي واشرك نفسي في اللعب، وامتى اتحرك في ظهر الخصوم عشان اجبر لعيبتي وزمايلي ان هم يلعبوا لي الكوره. ولكن الحقيقه كل الكوره اللي جات له مروان عثمان سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني اتصرف فيها بشكل كويس قوي. يمكن اوتاكا مش هو الفرود الكلاسيكي او اللي هو لعيب الصندوق اللي احنا عايزينه، هو عامل زي مثلا نفس توظيف عمر مرموش، هو اللعيب السريع اللي بيقدر يجي من الخلف للامام، اللعيب اللي الكره في رجليه مش وحشه، يقدر يلعب ناحيه شمال، يقدر يلعب مهاجم متاخر اللي هو ال9.5 يقدر. فهنشوف يسترب، ويمكن لما يكتسب خبرات وفي حته المهاجم ويلعب ماتشات كتير يبقى عنده حساسيه الفرود بشكل اكبر من كده. طيب نيجي بقى للصفقات وتعليقا على اللعيبه اللي خرجت من النادي الاهلي. والحقيقه هم 6 لعيبه خرجوا اعارات، وميزه كبيره جدا لاداره النادي الاهلي انها بتخرج لعيبتها اعارات عشان تقدر اللعيبه دي لو تألقت بره ان انا اللعيبي لسه يبقى عندي اقدر ان انا ارجعه للنادي الاهلي تاني. دي حاجه كويسه، ولكن انا مش شايف ان كان قرار مظبوط انه يخرج محمد عبد الله واحمد رضا تحديدا من ال6 لعيبه اللي خرجوا بره النادي الاهلي. محمد عبد الله لعيب كويس قوي، لعيب شاب عنده 20 سنه، اعتقد ان هو اكتسب من الخبرات بقاله سنه او سنتين او اكتر مع المجموعه، اشترك في ماتشات دوليه مع منتخب مصر في بطولات مختلفه، فامكانيات لعيب كويس قوي، واللعيب الاشول الوحيد الوينجر اللي عندك. يعني انا ليه النهارده استغنى عن ورقه محمد عبد الله؟ ده غير ان هو في حاله دلوقتي قابل للانفجار في اي وقت، يعني قابل للتالق والنجوميه في اي وقت، وانا الحقيقه بتوقع له كده، بتوقع له ده في نص السيزون اللي جاي ده مع سيراميكا. ضيف عليه احمد رضا الحقيقه لعيب غير محظوظ في النادي الاهلي، ما خدش فرصته كامله. انا بشوف كده ان هو ما خدش فرصته كامله في النادي الاهلي. الراجل ده كان يستحق ان هو يلعب بشكل اكبر واكتر من كده مع النادي الاهلي، وكان كل مره احمد رضا بينزل فيها وبيلعب ماتشات مع النادي الاهلي كان بيسيب بصمه مع النادي الاهلي وفي ماتشات مؤثره جدا، ولك في
ماتش بيراميدز والجول اللي تعادلنا بيه من احمد رضا في اخر الدقائق خير مثال. كواليتي لعيب كوره نادرا ما تلاقيه في مصر دلوقتي. مش هبالغ لو قلت ان الراجل ده لو كان خد فرصه ولعب دقائق اكتر كان ممكن يثبت اقدامه بشكل كبير جدا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. فعلامه استفهام على خروجه، ولكن يمكن راي المدرب شايف ان هو هيلعب ديانج خلال ال6 شهور الجايين بشكل اساسي، واحمد رضا مش هيكون ليه اي وجود. فانا استفاد بديانج ال6 شهور، خصوصا ان هو عنده عقود احتراف وهيخرج بنسبه كبيره جدا في الصيف الجاي، واحمد رضا يلعب ماتشات بره واشوفه بشكل اكبر وبشكل اكتر رجليه تبقى في الملعب ويجيب مستوى. يمكن تكون دي رؤيه المدير الفني. الاهلي خلص في صفقات زي مروان عثمان، ودي صفقه كبيره جدا في رايي وصفقه الموسم. خلص في عمرو الجزار مدافع البنك الاهلي، خلص في بالعمري باك شمال المغربي، والحقيقه جاب احمد عيد الباك يمين المصري وخرج عمر كمال اعاره. انا مش فاهم الحقيقه، هو يعني بحاول افهم هو ليه احمد عيد. يعني انا ما شفتش لاحمد عيد حاجه عشان اداره الاهلي تجيب احمد عيد. ما يمكن الراجل بيشارك مع منتخب مصر، او بيتاخد، مش بيشارك، بيتاخد مع منتخب مصر، وكان موجود في قائمه افريقيا اللي فاتت مع حسام حسن. ولكن انا ما شفتش حاجه من احمد عيد سواء في الدوري او في الدقائق اللي لعبها تشفع له ان هو النادي الاهلي وقع معاه. يعني حتى لو احنا عارفين ان هو هيبقى بديل لمحمد هاني، ولكن يعني مش فاهم طب ليه مش احمد هاني مثلا؟ على الاقل لعيب كويس وكان مقدم نص سيزون ممتاز مع سيراميكا. فالحقيقه انا كل الصفقات نوعا ما بالعها الا صفقه احمد عيد دي الحقيقه. ولكن نرجع بقى لمرجوعنا، وان النادي الاهلي استفاد بالثلاث نقط النهارده وخد اللي هو عايزه من الماتش، ووصلنا ل7 نقط وتصدرنا المجموعه. الاهلي هيفكر اكتر الفتره الجايه في الدوري، وان هو عايز يرجع ينافس ثاني على الدوري بشكل كبير، خصوصا انه بعيد جدا عن سيراميكا اللي انا اتوقع انه هيكون فرقه سيراميكا هتكون مفاجاه في الدور الثاني، واعتقد انها هتنافس على الدوري ده بشراسه لحد النهايه. ده توقعي والله اعلم. سيراميكا النهارده عنده سكواد محترم قادر ان هو يجيب الدوري والله. فعزيزي المشاهد، اعتقد ان احنا انتظرنا نص سيزون في الدوري المصري شيق جدا جدا. وفي النهايه بقى لو وصلت معانا لحد هنا فاشكرك شكرا جزيلا. اكتب لي في التعليقات رايك في صفقات النادي الاهلي الوافدين والراحلين، وفضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول. اشكرك مره تانية شكرا جزيلا. السلام عليكم.